السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ما حدش يقلل الفيديو لان اكيد في معلومة. انا اقول معلومة اكيد انتوا اول مرة تعرفوها او لو عارفينها افكركم بيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ايه بقى؟ اول حاجة ليلة الاسراء والمعراج دي اختلفوا عليها بعض العلماء. في ناس قالوا ان هي في شهر رجب، وبعض العلماء قالوا ان هي في شهر شعبان، وبعض العلماء قالوا ان هي ملهاش اصلا مواعيد. اسمعوا كده معايا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم ان النبي عليه افضل الصلاه والسلام ركب البراق ومشي بيه مشي بيه من من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دي معنى الاسراء. المعراج ان هو برضو كل ده بالبراق على فكره يا جماعه. ركب وهو في البراق ان هو يا جماعه مشي بالبراق من المسجد الاقصى الى السماوات السبعه. طبعا يا جماعه في الليله دي بجد ليله عظيمه جدا، فيها احداث كتير جدا جدا جدا. ويا ريت تدخلوا تبحثوا عنها. كنت اقول موقع عادي كده، يا ريت تدخلوا تبحثوا عنها لان هي فعلا ليله عظيمه جدا. وطبعا تشوفوا كمان بقى النبي عليه افضل الصلاه والسلام حصل معاه ايه في اليوم ده. وكمان بقى ايه بقى الحكمه؟ وطبعا شاف ان الانبياء كلهم يعني ايه بقى الحكمه؟ ان بدل ما هو النبي عليه افضل الصلاه والسلام اتشفع لنا، بدل ما هم 50 صلاه بقوا 5 صلوات. تخيلوا بقى يا جماعه 50 صلاه، يعني احنا مثلا كل تلت ساعه هنصلي. فسبحان الله. وبجد الحقوا نفسكم، اللي بجد مش بيصلي 5 صلوات يا ريت يلحق نفسه. قدامكم فرصه، يا ريت تلحقوا نفسكم وتبداوا تصلوا دول 5 صلوات في اليوم. بحبكم قوي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.